دلوقتي جه يا ابطال اهم جزئيه بتميز الكتاب بتاعنا زي ما احنا بنقول في كل يونت اللي هي البتوين لاينز. عشان كده نشوف الفروق اللي ما بين الكلمات دول مع بعض. اول كلمه معايا كلمه اسمها instead، في حاجه تاني اسمها instead of، تمام؟ وانستد برضه بتيجي لوحدها. تعالى نشوف كده. كلمه انستد ممكن تيجي معاك في مكانين. ممكن تيجي اول الجمله بتاعتك وتحط بعديها كوما وبعديها السبجكت وبعديها الفيرب. يبقى انستد ممكن تيجي اول الجمله تحط بعديها كوما وبعديها السبجكت وبعديها الفيرب تكمل الجمله بتاعتك. يعني مثلا انستد مثلا وي توك ا تاكسي، بدلا من ذلك احنا عملنا ايه؟ اخدنا تاكسي. طيب انستد اوف ودي بتيجي بعديها noun او verb مع ing، بتيجي بعديها noun او verb مع ing. اهو I will go to the cinema instead of the bar. ماشي اهو. They are traveling by bus instead of driving. يبقى بيجي بعديها noun او بيجي بعديها ايه؟ verb مع ing واللي هي اسمها instead ايه؟ instead of. ادي اهو كلمة instead اللي احنا ممكن تيجي في نص الكلام برضو. He won't go to the bar instead he will go to the cinema. تلاحظ ان جه قبليها كوما. انا ممكن ابدا بدي احط بعديها كوما، تبدا بيها وتحط بعديها كوما، او تجيبها في الاخر خالص بس تلاحظ ان هي مش موجوده ايه قبلها الكوما. يبقى تاني كده كلمه انستد بتيجي يا عم 3 اماكن مش مكانين بس. بتيجي في اول الجمله وتحط بعديها كوما، تيجي في نص الجمله وتحط قبليها كوما، تيجي في اخر الجمله وما تحطش معاها كوما خالص. دي كده بالنسبه لكلمه instead of وبيجي بعديها حاجتين، يا اما noun يا اما verb مع ing، والاثنين كلهم معناهم انك انت ايه؟ بتعمل حاجه بدل من شيء تاني. واضح؟ خلينا نشوف اللي بعده.